مقالات مرارة ضد الإخوان المسلمين وضد أفكارهم ومنهجهم في جريدة الدستور المتهمة دي. إنما محدش عايز يفهم ما يقرأ، يعي ما يقرأ، ياخد باله مما يقرأ. هو حر برضه، والناس كلها أحرار. واضح إن أنا قلت كلمة الحرية كتير قوي في الحلقة يعني، وسأظل أرددها، هتلاقي المفردة الأكثر يعني ترددا في الكلام. طيب كويس. أنت بقى مع حق الإخوان المسلمين في العمل السياسي أو في المشاركة في الحياة السياسية تبقى بالضرورة وبالحتم مع فكر الإخوان المسلمين؟ لا، ده في شرع مين ده؟ ده مش أي شرع خالص. ضد البرنامج الإخوان المسلمين اللي قدموه ده. أنا رأيي إنه برنامج متواضع المستوى، ولا أوافق على كثير جدا منه، كما وافق على بعض مما فيه شأن أي حاجة، في شأن أي فكرة إنسانية في الدنيا يعني. فأنا أدافع عن حق الإخوان المسلمين في التواجد وفي الحركة وفي التعبير، وضد استخدام قانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية ضدهم تماما. لكنني لست مع أفكار الإخوان المسلمين، أزعم تماما. عظيم جدا جدا. بتحب الرئيس مبارك؟ ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك، بالعكس أنا أحبه وأقدره، كما أحب وأقدر الجميع، وكما أحب وأقدر المصريين جميعا يعني الشعب المصري كله. وهو بمقام الرئاسة وب 28 سنة حكم طبعا موضع محبة، هو يعني موضع محبة واحترام وتقدير. هو رئيس مصر، لكن موضع خلاف عميق، معارضة حقيقية، مناهضة لسياسته واضحة يعني. ما عدم تقديس لشخصه على احترام هذا الشخص يعني. في احترام حقيقي للشخص، لكن في اختلاف جذري مع سياسة الرئيس، وده لا يحط من قدره ولا من شأنه، ولا يعني انه ده كراهية او عدم محبة للرئيس. احنا ملزمين بالخلاف مع الرئيس، بالاختلاف مع الرئيس، وانه مشكلة مصر الحقيقية ان جعلت من رئيسها فرعونها، وجعلته مقدس منزه، جزء من صفة الأولياء أو طباع الأنبياء. معقول يا جماعة؟ يعني مستحيل. هل